السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم رميساء من يوميات وليد وأميرة. وطبعا قبل ما نبدأ الفيديو ده ما تنسوش تضغطوا 5000 ألف لايك وتشتركوا في قناتي طبعا، وتدعموني وتضغطوا جرس التنبيه. ويلا نبدأ. طبعا ده نعناع ماشي، وده ايه بقى؟ ده هو يا جماعة، ده هو شبت ماشي. وطبعا دي بقى شجرة بلح ماشي، وهي طبعا نخلة. تعالوا بقى نشوف الحتة التانية، يلا وهنرجع لكم من جديد. وطبعا هي دي يا جماعة شجرة بلح، قصدي شجرة تين كبيرة، واللي جنبها ديك برضو شجرة تين، بس التين اللي فيها لسه صغنن اهو. هوريكم هنا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، تينة صغنونة ها ماشي. و اسمه ايه، في تين كتير اهو في الشجر يا جماعة، بس طبعا هو لسه صغنن لانه لسه هيكبر. وطبعا بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، المكان شكله حلو يا جماعة جدا. وطبعا هو الريحة حتى بتاعته طيبة. وطبعا بقى هنرجع لكم تاني من جديد علشان نشوف ايه، هنشوف ابويا بيعمل ايه. وطبعا رجعت لكم هو، طبعا هو ده البرسيم يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. بصوا البرسيم شكله ايه ده، حتى ان قطرات الندع يا شباب بتنزل عليها. بصوا ربنا خالق كل شيء. بصوا بقى الغروب ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا جماعة طبعا احنا هنا في الريف المصري. بصوا بقى الغروب هناك اهو، الحاجة دي للون اصفر. وطبعا بصوا ما شاء الله السما شكلها حلو جدا ما شاء الله. وطبعا دايما المزارعين يا جماعة بيبذلوا كل جهدهم علشان يزرعوا محاصيل جديدة، علشان طبعا يا جماعة ايه بقى، علشان المحاصيل اللي بيزرعوها هم بيأكلوها لولادهم اسمه ايه والباقيين، ولادهم او اسمه ايه الجماس والخراف والبقر بتوعهم، او يبيعوها. علشان طبعا انتوا عارفين ان التين اللي المزارعين زرعوه بنستفيد بيه ايه بقى يا جماعة؟ بنستفيد ان التين ده هو اللي بيصنع منه المربى طبعا. وكمان خلي بالكم القمح اللي بيصنعوه المزارعين بنستفيد ايه بنستفيد ايه بيه يا ترى؟ طبعا بنستفيد بيه اللي هو بيعمل لنا الدقيق، والدقيق بنعمل بيه القمح، قصدي دقيق، العجينة، البرجر، الهوت دوج، البيتزا، وكل حاجة بتبقى في عيش. وهو كمان سبب العيش ده. الله بصوا عصفور هناك اهو، شايفينه عصفور ما شاء الله على المنظر يا جماعة. وهناك جناين بردقان ونخل كمان يا جماعة ما شاء الله على الطبيعة. وطبعا يا جماعة هو ده الكرنب، بس الكرنب لسه هيطلع لانه صغنن. وده يا جماعة ده فول. طبعا العيال بيحسبوا ان الفول هو اسمه ايه، كان بيحسبوا اللي الورد بتاع الفول، الفول ورد، بس هو شكله ورد، بس هو في الحقيقة فول ماشي. وطبعا حلقتنا النهاردة خلصت دلوقتي. وطبعا قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش تضغطوا 20,000 لايك وتضغطوا جرس التنبيه وتشتركوا وتدعموني وتضغطوا جرس التنبيه. ومع السلامة، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جاي. ومع السلامة. صحيح ذكرتوني يا جماعة، طبعا أنا جدا قبل ما أقفل الفيديو نصيحة مني. طبعا المحاصيل دي كلها
افيد من اي حاجة. يعني البطاطس والخضار ده كله اللي بناكله المزارعين عملوه. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. ومع السلامة يا جماعة، وباي.